على انه يرجع شويه من اجل هذا البلاد. لا حسنا بانه السبب الوحيد اللي خلاكم ما تشاركوش شيء هو انكم 5. لو كنتوا 2 تشاركوا. لو كنا 2 انا شخصيا ساكون مع المشاركه. يعني ما كاين مشكله ايديولوجيا ولا حزب ظلامي ولا حتى حاجه. انا شخصيا وكنعبر عن موقفي الشخصي أنا لا أعتبره حزب العدالة والتنمية لا حزبا ظلاميا ولا غيره. ربي لا من نيتك. لا أنا أعتبره حزبا محافظا في الإصلاح، وهذا أخطر وأعتى. لا حسنا بلاتي نعاودوا من جديد. أنت عضو المكتب السياسي. نعم. منتخبة في المؤتمر. نعم. ومن الحلفاء ديال السي إدريس الشقر. ما معنى حلفاء ديال السي إدريس الشقر؟ لا هذا غير صحيح. ماشي من الناس ديال إدريس الشقر. انا من الناس ديال الكاتب الاول حاليا، ولكن بهذا التعريف ديال الناس ديال إدريس الشقر انا لست معك فيها. هي لا ماشي هي. لا طبعا ماشي هي. تابعات لإدريس الشقر. انا كنطلب منك اولا انك السيد القاضي فين كيشكوا بالقضاة؟ نادي القضاة ما كايناش. لا ما كاينش اطلب سيو ما كايناش. لا ما اسمح لي، حتى الناس اللي غادي يكون عندها تقارب كثير معاه ماشي انها تابعه. الا كانت الناس عندها تقتسم معه شيء معين مزيان. عضو المكتب السياسي عضو المكتب السياسي برلمانيه ديال الحزب متفقه طبعا في قياده او لا مع قياده الحزب في شخص الكاتب الاول. ياك هادشي كاين مزيان. هذا السي إدريس الشقر اللي كنتكلموا عليه وهذا الحزب الاتحاد الاشتراكي اللي كنتكلموا عليه داروا واحد الوثيقه مرجعيه مع حزب الاستقلال فيها واحد العباره الحزب الظلامي. انا تحفظت دائما على هذه العباره، وخصك تعرف على انه القرارات داخل اي قياده سياسيه كيكون وسطها الاخذ والرد. انا شخصيا لا ارى على اننا في عهد العهد هنا مؤطرين بالدستور وهذا حزب دخل العمليه السياسيه بالقواعد ديالها اننا نمشوا هك. فعلا كاينه اشكالات كيقراوها البعض في هذا التصور، ولكن انا شخصيا عندي تحفظات على هذه العباره. بالنسبه لي بيجيدي ماشي حزب ظلامي. انا اكثر احبذ انه حزب مخزاني. ايه أحبذ أنا شخصيا هذه العبارة، وحزب محافظ في الإصلاح، وحزب لا يريد أن يمضي من أجل تفعيل الدستور. أنا كتجيني أعتى بلاتي البي جي دي حزب باش مخزاني طبعا. بمعنى أننا اليوم كنشوفوا في أول جلسة ديال المساءلة الشهرية ديال السيد رئيس الحكومة أعتقد كان الموضوع هو المخطط التشريعي وكيف سيتم تنزيل الجزء الثاني إلى آخره من القوانين التنظيمية معناها الوثيق طابق السفلي ما أسماه الدستوريون. قالنا سيدي انتظروا، الدستور ليس مسؤوليتي، الدستور مسؤولية الملك، وهذا إشكال دستوري لأنه القوانين التنظيمية كان مسؤولية مشتركة نعرف على أنها بحكم الدستور تمر في المجالس الوزارية، ولكن هي مسؤولية حكومية باش تعطي التصور ديالها. الجلسة الثانية خاطبنا بشأن هذا القانون 0/12 قال أنا ما يتخيلوش المغاربة أنني سأقف في تنازع مع الملك. شكون قال لي يوقف في تنازع مع الملك؟ هذا التمثل الغريب. هذا الشيء الحزب مخزاني. طبيعي أنا كنشوفه في هذا التصور. إذا رأيت المواقف تجد على أنه اليوم هو مع الدولة العميقة. اليوم ما كنعرفش من مستويات أنا في الدولة العميقة، حيث أنا ما كنبغي التعبير ديال الدولة العميقة، نحن لا نعرف هذا مستورد. كتخشى أنك تبقى تقلب في العميقة لا تصل إلى قرار، ولكن أنا أرى على أنه فوت علينا فرصة صعب أن أنا أرى على أنه وأنا في قفص الاتهام وأنا قلت أنه أقول الحقيقة الأمر لا يتعلق بظلام ولكن واحد المحافظة قصوى.